السلام عليكم. الدرس اللي عندنا اليوم هو الاستغلال الاستعماري في هذه الحماية. فكيف ما كنعرفوا المغرب تستعمر من طرف فرنسا واسبانيا واستغلوه مزيان، فهذا الدرس غنعرفوا فيه شنو هما الاليات ديال الاستغلال الاستعماري وشنو هما مظاهر الاستغلال الاستعماري وشنو هما اثار الاستغلال الاستعماري. غنبداو باليات الاستغلال الاستعماري او الوسائل باش تم الاستغلال ديال المستعمر للمغرب. يعني هاد الدرس كامل غنهضروا كيفاش استغلات فرنسا واسبانيا الخيرات والثروات الكثيره ديال المغرب. فغنبداو بالاليات الماليه، فالمستعمر اللي هو فرنسا واسبانيا غيديروا مؤسسات ماليه بحال البنك المخزني وبداو كيسلفوا السكان من هذا البنك، ولكن الا ردوا لهم الفلوس خصهم يردوا لهم الفلوس ومعاهم الفوائد. وشجع هذا البنك على تمويل الاستثمارات الاجنبيه وفرضوا على السكان المغاربه ضرائب اللي صعيبه بزاف وخصهم يخلصوهم، واللي ما خلصهاش كيضطر انه يبيع الممتلكات ديالو. اما الاليات التجهيزيه فالمستعمر غيبني موانئ، سكك حديديه وشانطيات، هذا الشيء كامل باش يسهل عليه كيفاش ينقل الجيش ديالو ويسهل عليه كيفاش ينقل داكشي اللي سرق ونهب واستغل من الدوله المغربيه للبلاد ديالو. يعني كان كيبني الشانطيات والسكك الحديديه باش يوصل داكشي اللي استغل من البلاد ديالنا حنا للبلاد ديالو هو، ماشي بنى السكك الحديديه حبا فينا بحال دوك الناس اللي كيقولوا لك كون بقات فرنسا دارت لنا الطرقان دارت لنا كذا. الله يهديك، راه كان عندهم هدف علاش بناو داكشي. اما بالنسبه للاليات العسكريه فالمستعمر غيعتمد على جيش محكم ومنظم باسلحه اللي متطوره. اما الاليات البشريه فراه المستعمر شجع الاوروبيين يسكنوا في المغرب وسهل عليهم بزاف ديال الحوايج باش يستقروا في المغرب. هادشي بالنسبه للاليات. اما بالنسبه للمظاهر ديال الاستغلال الاستعماري فعلى المستوى الفلاحي المستعمر غيستحوذ على احسن الاراضي الفلاحيه، ولاو كيزوروا العقود ولاو كيقولوا بان دوك الاراضي راه ديالهم واخا ما ديالهمش، ولاو كيخلعوا الفلاحين باش يبيعوا الاراضي ديالهم بز منهم. وفاش تباعوا الاراضي للمستعمر فالمستعمر غيولي يستعمل فيها احدث التقنيات الفلاحيه واللي غتخلي المردود يكون كثير، ولكن داك المردود فين كيمشي؟ لفرنسا واسبانيا بطبيعه الحال، يعني ما كيبقاش في المغرب. ودوك السكك الحديديه والموانئ اللي كانوا قادوا من تما كانوا كينقلوا دوك المنتوجات، زيد عليها كانوا كيخدموا الفلاحين المغاربه بقل ثمن. هذا الشيء غير في الميدان الفلاحي. اما الميدان الصناعي فالمستعمر غيستغل الثروات المعدنيه ديال بصح، واي منجم في المغرب كتستغلوا فرنسا واسبانيا وكلشي كيديو لعندهم، يعني حتى حاجه ما كتبقى هنايا. دابا غندوزو للاثار ديال الاستغلال الاستعماري على الاقتصاد المغربي. على المستوى الفلاحي فاجواد الاراضي حصلوا عليها المعمرين يعني الاجنبيين اللي سكنوا في المغرب، وتحولات الفلاحه من الفلاحه المعيشيه للفلاحه التسويقيه. اما على المستوى الصناعي والحرفي تضرروا الصناعات والحرف اللي كيخدموا باليد، حيث المنتوجات الاوروبيه دخلات للسوق المغربيه وتحد ما بقى مسوق للحرفيين. اما على المستوى التجاري غيرتفعوا الاسعار بشكل اللي كبير. دابا غنهضروا على اثار الاستغلال الاستعماري على المجتمع المغربي. اولا فئه الفلاحين، فالفلاحين ما بقاش عندهم الاراضي وتحولوا العمال عند المعمرين. البارح كانت عندهم الارض واليوم ولاو خدامين. اما فئه التجار فارتفعوا الضرائب خلاو التجار يخلصوا الضرائب بزاف، يعني التجار المغاربه، وعاد ما نساوش انها كانت منافسه اجنبيه في السوق المغربيه. اما فئه العمال ولاو كيخدموا العمال بزاف ديال السوايع باجور اللي ضعيفه، زيد على ما كاين لا تامين لا والو. فهاد الاستغلال كامل ما غيسكتوش عليه المغاربه وغيكافحوا باش يشدوا الاستقلال. وغتلقاو اللين ديال المغرب لكفاح من اجل الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه لتحت في الوصف، ونتمنى انه يعجبكم وها نتوما تما اردوا الريخ.